في الفيديو ده احنا هنعمل ليكم البلوف الاوزبكستاني بس على الطريقه الاسيوطيه. احنا عايزين ندخل المطبخ على فكره، فادخل من هنا. ف دي بتاعه صديقي الاوزبكستاني وهاب الدين. انا عارف ان هو مش هيترجم الفيديو، انا بعمله عن ثقه، لكن احنا الحله دي احنا مستأذنين منه ان احنا نستخدمها. يعني هو كده كده سافر بلده، هيجي بعد راس السنه، يجي بالسلامه ان شاء الله الراجل، يعني عشان محترم وطيب وابن الناس. فاحنا خدنا منه الحله بتاعته. الحله دي في اوزبكستان تقريبا مشهوره. ليه مشهوره؟ لان كل اصحابنا من اوزبكستان هنا مشترين نفس الحله دي. طبعا زي ما انتم شايفين يعني ان هي سميكه كده وبتستحمل ان هي ما تحرقش الاكل وكده. جميله بصراحه، الراجل نظفها قبل ما يمشي، كتر الف خيره، لكن ده مش مانع ان احنا نغسلها مره ثانيه يعني. ف في الفيديو ده انا هعمل لكم البلوف الاوزبكستاني بالطريقه بتاعتي، تمام؟ وهنشوف الدنيا بتاعتي عامله ازاي. فعايزك تتابع معايا كل حاجه لحظه بلحظه، وتعمل لايك على الفيديو، مش مشترك في القناه تشترك عشان تتابع معانا كل الفيديوهات والحاجات اللي احنا بنعملها هنا في روسيا. فتابع معانا. طبعا الاوزبكستانيين او الاوزبك يعني لما بيعملوا بلوف، لما بنشوفهم هنا من زمايلنا بيحطوا زيت كتير، لكن انا هنا ما بحبش احط زيت كتير. انا احط الزيت ده مش كتير يعني بالنسبه لهم بيحطوه، بيقول لك تحط 300 جرام من الزيت. انا مش بحب احط زيت كتير عن نفسي. وبعد كده هنيجي ناخد الزبده بتاعتنا دي، زبده كويسه هنا في روسيا يعني، بس مقارنه بتاعت مصر طبعا على حاجه. ونحط شويه زيت وتسيبها تسيح. التركايه بقى هنا في عشان خاطر هنا الرز ده بيعتمد على الكمون وكده. انا عن نفسي اول حاجه هحط فلفل، ده حراق جدا يعني، حراق يعني. اول مره اجيب في روسيا فلفل حراق كده من 5 سنين تقريبا 6 سنين اهو، تمام. وبعد كده عشان خاطر الاكل يطلع عليه ريحه كويسه هنحط شويه كمون، حتى بروسي مكتوب عليه كومين كمون يعني او زيره، تمام. هنحط شويه كمون زي ما هما كده صحين، تمام. وهنيجي بحبه قرنفل، حبه كده حلوين نحطهم. و ده بصراحه عشان خاطر مريم حبهان او هيل، وهنضيفهم. ولو عندكم فلفل اسود حب ممكن تضيفوه. انا بصراحه هنا مش شايف في فلفل اسود حب، او يمكن فيه بس انا مش شايف. لو مفيش ممكن نضيف الباودر ده ولكن مش كتير، لكن لو في حب كان هيبقى افضل يعني. بس والكلام ده نسيبه كده شويه لغايه ما السمنه تسيح وتطلع لنا الريحه بتاعته، وهنمكس الحاجات دي كده مع بعض لغايه ما ما تدينا الريحه بتاعتها المطلوبه. بعد كده هنجيب اللحمه اللي احنا غسلناها وهننزل بيها في الحاجات دي. احنا هنا اللحمه يعني قطعناها تقطيعه مش كبيره ومش صغيره عشان خاطر تستوي وتبقى جوسي يعني، تمام. ويا ريت اللحمه دي عشان خاطر اللحمه دي اللي هي بتكون فيها حاجات ملبسه كده زي ما احنا بنسميها في مصر، او حتت بيضه شويه، هي دي اللي بتدي لك الطعم المطلوب. بننزل باللحمه بتاعتنا تعمل فش كده، وبعد كده هنقلب كل ده، فخليكم معانا. دلوقتي هنكمل مع بعض. قبل اللحمه زي ما انتم شايفين اخدت اللون، هنسيبها شويه برضو لان لسه هنقطع البصل ونضيفه ليها ونسيب البصل يتكرمل مع اللحمه والجزر والكلام ده كله. طبعا هنا الرز لازم نحطه في الميه واحنا بنحط اللحمه ان هي تتحمر يعني وكده، ولازم ان احنا نضيف ملح على الرز عشان خاطر ياخد ملح. غير كمان ان احنا بنضيف يعني ملح على اللحمه وبنضيف توابل كمان على اللحمه. كل مرحله بنضيف توابل عشان خاطر كل حاجه تاخد من طعم بعضها. فدلوقتي هنقطع البصل بتاعنا. وطبعا لما البصل بيتقطع زي ما كل فيديو بنقول لكم ان احنا لازم ان احنا نقطع البصل بالشكل ده، اللي هي الاجنحه دي زي ما بيسموها يعني، او الترنشات يعني. فهنقطع البصل ولما نضيفه هنصور لكم مره ثانيه، وكمان لما نيجي نقطع الجزر دي طريقه معينه هنقطع بيها. ودلوقتي برضو انا حابب ان انا برضو اوريكم ان احنا بنضيف توابل للحمه زي الفلفل الاسود على سبيل المثال، زي مثلا ان احنا نضيف شويه ملح علشان خاطر اللحمه تاخد طعم. طبعا احب احط الملح ده بايدي لان الملح ده فين وفين لما بيملح الاكل يعني. شويه توابل مثلا، شويه مثلا شطه تاني او توابل ما لحمه، تكترش دي يا مريم. زي مثلا برضو اسمها ايه دي؟ انا نسيت. القرفة. القرفه.
عشان خاطر اللحمه ما يطلعلهاش اي ريحه زفاره، زي مثلا البابريكا. يعني شايف بنفتح، شايف الصرف، حط لايك. بس وبنقلب الحاجات دي كلها مع بعض. هنا قطعنا البصل بتاعنا، هننزل بيه كده هنا كله. بصل كتير ولازم يكون كتير بالمناسبه، ليه معرفش، بس هم علموها لنا كده، ولكن احنا بنحط الايه التاتشات بتاعتنا برضو فيها. لو شامين الريحه هنا جميله. ثانيه هنجيب الاكل. وهنا هنقلب الخليط كله ده بتاعنا. طبعا الريحه حلوه جدا. بدايتها تحس انك بتعمل اسمها ايه اللحمه لما بتكون ببصل؟ كباب حله. كباب حله. في البدايه بس يعني. هنا انا ممكن اضيف ايه حته زبده مش زيت، لان انا بحب الزبده اكتر عشان خاطر برضو الاكل ما يتحرقش من تحت، لان هما بيحطوا كميه كبيره وبيبقى الاكل كله شارب زيت. انا ما بحبش احنا بشكل عام يعني ما بنحبش الاكل يكون فيه زيت كتير. ممكن سمنه كتير عادي مفيش مشكله، بس سمنه بلدي اهم حاجه، لكن كزيت لا. فهنا بنسيب احنا البصل يتكرمل وهنغطي الكلام ده، وبعد كده بعد ما يتكرمل البصل هنضيف ميه ونسيبها حركه 10 دقايق قبل ما نضيف بقى ايه الجزر، وبعد كده نضيف الرز. كل ده هنصوره معاكم والتست بتاع الاكل وكل حاجه. فاتمنوا ان عيالنا ما يعملوش دوشه وهنصور لكم كل حاجه. دلوقتي هنفتح على اللحمه بتاعتنا زي ما انتم شايفين تتحمر كده عشان زودنا السمنه بتاعتنا مع الزيت. هي مش محروقه ولا اي حاجه، يعني افتكر ان هي محروقه. لما تعملها وتتبع الخطوات دي هتعرف ان كل حاجه في السليم. وهنضيف الميه السخنه المغليه بتاعتنا لغايه يعني ايه تقريبا ما نغطي اللحمه كده شويه. كده كده الميه دي احنا يعني لسه هنضيف جزر وهنضيف رز، فكل ده احنا هنستخدم. ضفنا الميه بتاعتنا، هنحط التوابل اللي احنا حطيناها مره ثانيه ولكن يعني بكميات بسيطه عشان برضو لسه هنضيف حاجات ثانيه. فتابعوا معانا. ده الجزر احنا قطعناه بالطريقه دي، لازم يكون كده يعني صوابعه تكون تخينه شويه. هنا ده الجزر بتاعنا بعد ما قطعناه، ولازم يكون متقطع بسمك كبير كده عشان خاطر لسه هيتحط على في الميه ويتغلي والكلام ده كله. فلو قطعته رفيع يعني هيروح بسرعه، ولكن لما تقطعه كده هيفضل متماسك ويديك الطعم بتاعه. والرز هنا بتاعنا لسه زي ما هو. شوفوا معانا كل حاجه وتابعوا معانا الدنيا هتكون ماشيه ازاي. ادي الميه بتغلي والبصل اتكرمل وده اللون المطلوب طبعا. فتابعوا معانا كل حاجه. هنديها كده تقليبه بسيطه. هنا كل حاجه تمام فيها يعني. هنحط حبه توابل بسيطه مره تانية. لما تعملوا الاكل ده بنفسكم هتعرفوا ليه انا بحب احط توابل كل شويه. تمام. البابريكا جت على المعلقه مش مهم. توابل لحمه، ودي توابل البلوف نفسها مكتوب عليها بالروسي بلوف. تمام. بعد كده هنقلب الكلام ده كله مره كده ولا حاجه. تمام. بعد كده هنيجي بالجزر بتاعنا ونحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نحطه على الوش كده. تمام. هما بيحبوا ان هما يقلبوا الجزر ده، لكن انا مش بحب اقلبه. انا بحب ان انا ايه احطه كده على السطح. تمام. بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده. تمام. بعد كده هنيجي نحط حبه ملح بسيطه، هنرشها من دي المره دي. تمام. حبه ملح كده بسيطه، وهنا حبة البلوف دي برضو حاجة بسيطة كده. تمام. وبعد كده هنيجي نجيب تومة، بس يكون تومة كاملة. تمام. هي دي معلش عندنا دلوقتي تومة كاملة، وتروح ايه زرعها كده في النص هنا بالطريقة دي كده. التومة دي لما بتطلع بيكون طعمها اجمل من الاكل ده كله. بس وزي ما انت كده يا باشا تضيف حبة مية صغيرين بحيث ان هي تغطي الجزر، وتكون برضو مية مغلية. بس تغطي الجزر كده بس كده، وتجيب الغطا اللذيذ بتاعك وتغطي بيها الاكل. وتابع. حان الان وقت حط الرز. هنجيب الرز بتاعنا كده ونرص رص كده. تمام. كأنك ايه بتمحر. وطبعا في نوع رز مخصوص اللي هو تجيب اتخن رزايه وتكون طويله عشان خاطر ما تتهريش معاك، لكن الرز اللي معظمنا بنستخدمه في مصر بيكون رز صغير، فده مش هينفع مع الاكل ده. تمام. هيجيبوا بسمتي. رز بسمتي بالظبط. رز البسمتي انا بحب اللحظه دي بالذات لان انا بحس براحه وانا بعمل كده. هنرص الرز، وبعد ما نرص الرز
هنحط شوية كمون صحيين زي ما هما مش مفروم فوق الرز كده من فوق بس. فخليك متابع معانا. هنفتح على الرز بتاعنا. هنا لو انتم شايفين معانا اللون الاحمر دي توابل البلوف وفي كمون وحاجات كده، مش عارف هتكونوا شايفينها ولا لا. هنا هنقلب الرز بتاعنا حاجة بسيطة بس مش اي تقليب وخلاص يعني بالطريقة دي. هنا هنحاول ان احنا نجيب الرز كده اللي تحت شوية هنا فوق، نعمل له زي ايه، زي يعني ان احنا بنهوي عن المية اللي تحت دي عشان خاطر تتبخر شوية كده بالطريقة دي. نجيب الرز كده في النص. هي خلاص المية يعني قرب يستوي خلاص، المية قربت تستوي. ده الجزر بتاعنا، لا والمية قربت تتبخر. والرز مفلفل. لا مش اي كلام اهو الرز يعني مفلفل. وهنا المرحلة دي بقى كل ما بتقلب مثلا ايه بتضيف شوية توابل بلوف كده اهو، لان هو ده الاهم حاجة في الاكل. والكمون ده طبعا احنا بنحب ان احنا نحط الاضافة بتاعتنا وهي الزبيب، لكن الزبيب مش هضيفه دلوقتي، شوية كده لان هو مبلول اصلا طري، لو حطيناه هيبقى يعني رايح كده طعمه مع الرز وما يبقالوش اي طعم، فبنحب نحطه في الاخر. كده عملنا الرز بتاعنا، عملنا شوية فتحات. احنا بنقلب الطبقة اللي فوق مع اللي تحت عشان خاطر اللي فوق بتبقى ناشفة شوية موصلهاش يعني المية، فهي بتبقى ناشفة شوية. بنيجي بظهر المعلقة كده بنعمل شوية فتحات كده بظهر المعلقة عشان خاطر اي مية تحت او اي حاجة تتبخر معانا بسهولة. وكمان في الفتحات دي بنيجي ان احنا نحط ايه شوية توابل بلوف بحيث ان اللحمة وكل حاجة تحت يوصل لها. هنسيبها كده حركة 10 دقايق تاني او اقل ونرجع لكم مرة تانية. الوقت اللي احنا نحط فيه الزبيب، انا طبعا زميلنا حط حاجات تانية ملناش دعوة. ادي الفتحات اللي احنا عملناها، تلاحظ ان هنا بيتبخر منها المية اللي موجودة. ممكن الفتحات دي خلاص ان احنا ايه نقفل عليها كده. ادي الرز بتاعنا مفلفل، مفيش حاجة معجنة، كله تمام. هو ده الرز الوحيد اللي انا بعرف اطلعه مفلفل، بقى الرز ملوش لازمة. وهنا بنيجي ده الزبيب بتاعنا، نبدأ ان احنا نرشه كده، بيدي طعم جامد. هتقولي كمية كبيرة، اقول لك احنا بنعشق الزبيب مع الرز فبنحب نحط كمية كبيرة. خلي بالك في اوزبكستان بيقول لك ان انت كيلو اللحمة تحط معاه 2 كيلو جزر، لكن احنا بنقلل كمية الجزر بصراحة يعني. بس كده هنغطي عليه 3 دقايق بالظبط وهندخل الأوضة ونشوف الأكل مع بعض وبيتحط في الطبق واللحمة وكل حاجة. تابع معانا يا صاحبي. ده طبعا لسه اللوكيشن يعني المتواضع بتاعنا اللي احنا بنحاول نجهزه. جبنا الأكل بتاعنا دي طبعا لازم حاجة سميكة كده تمام. ده هنا البلوف بتاعنا اللي احنا جهزناه زي ما انتم شايفين، شكله جميل جدا وطعمه هيبقى أجمل، ويا ريتكم كنتوا معانا بالهنا والشفا معانا يعني. تمام. احنا دلوقتي هنطلع الاكل. انا كان نفسي ان انا اقلبها مره واحده لكن الطبق اصغر من ان انا ممكن اقلب، فخلينا كده نشوف الاول ايه الاكل بتاعنا اهو. الرز بتاعنا بالزبيب، اللحمه راحت فين؟ اللحمه بتاعتنا هنا اهو، هي مش محروقه ولا اي حاجه، هي هو كده الطبيعي بتاعها يعني تمام. فدلوقتي خلينا ان احنا نطلع الرز بتاعنا كده ونحطه في الطبق هنا بالشكل ده. هنا بالمناسبة حابين ان احنا نعمل سلطة معاها عشان هما دايما بيعملوا سلطة معاها ولكن بيقطعوها شرايح، الطماطم والبصل والفلفل والخيار، لكن احنا بنحب نعمل السلطة بتاعتنا عادي جدا مصرية بتبقى جميلة. هنرص هنا ادي اللحمة زي ما انتم شايفين. انا عايز امسكها معاكم بس انا عارف ان هي سخنة دلوقتي، لكن بص هي مهرية، هي سخنة دلوقتي فهوريها لكم برضه تمام. دي التومة بتاعتنا وبرضه هي سخنة دلوقتي هوريها لكم بس خليها على جنب. هنطلع هنا الرز بتاعنا ونرصه كده زي ما انت شايف كده. خلينا نكمل الرصة بتاعتنا يعني انت زي ما شايف ادي الرز في المعلقة وبنحاول ان احنا نفرطه وهو بينزل كده اهو. فهكمل لكم الرصة دي وارجع لكم مرة تانية. الطبق بتاعنا جاهز. طبعا انا ما كنتش عايز اقول بس هقول يعني الاكل ده ممكن تعمل جنبيه بقى ايه سلطة الزبادي. سلطة الزبادي يكون فيها جزر او ممكن يكون فيها خيار او ممكن تعمل سلطة اللي في سوريا اسمها مريم الدقوس. دقوس من سوريا الدقوس. يعني المهم ان هي اسمها الدقوس، ولكن يعني حفاظا على مشاعر الاخرين يعني عشان انا مظبط لهم الاكل النهارده فمش هنقول كان لازم يعني. فده الاكل بتاعنا هنا زي ما انت شايف كده. الرز هنا مستوي خالص
وهنا مش معجن ولا اي حاجه، هو هنا مفلفل. تمام. الجزر بتاعنا زي ما قلت لك، ادي الجزرايه ليه قطعناها الجزرايه عريضه عشان خاطر تكون محتفظه بالقوام بتاعها وما تتهريش. شايف ادي الجزرايه زي ما هي محتفظه بالقوام بتاعها، طبعا مش هترجع هنا، هترجع على بطني. انا زي ما قلت لك الزبيب عشان خاطر ما يتهريش. بص يا دوبك بس حاطينه كان ايه يعني، خد اللي هو السوا بس، البخار مش اكتر يعني. الزبيب هنا ايه اهو جوسي زي ما بيقولوا، ما فيهوش اي حاجه. تمام. ادي السلطه عادي. هنا كمان التومه بتاعتنا، انا بحاول ان انا اوري لك كل حاجه في الاكل. التومه بتاعتنا هي مهريه، بتدوس عليها بتطلع لك التوم. التوم ده تمسكه كده اهو تحط على الرز كده. تمام. وتيجي كده ايه، دي المعلقه بتاعتك. لا لسه ما خلصتش. اللحمه، شايف اللحمه؟ قلت لك اللحمه هتطلع مهريه، هي اللحمه سخنه بس هحاول ان انا امسكها عشان اطلعها لك. شايف لما قطعناها صغير اهو اللحمه اهي. طبعا انت افتكرها مش جوسي، لا هي جوسي، بس زي ما قلت لك فيها الحتت البيضه دي، هي دي اللي بتدي لك طعم في اللحمه. كل اللحمه على هذا المنوال اهو برضو عشان الناس تشوف كل حاجه مستويه وطعمها زي انا. اللحمه بتاعتنا ادي اللون بتاعها وكل حاجه تمام وزي الفل. هنعمل ايه؟ المعلقه بتاعتنا اللي فيها الثوم والرز مع الجزر والزبيب واللحمه بتاعتنا، وهوب وروح. نسيت السلطة. مش محتاج. تاني قلت لك ايه، اكيد انت نسيت الرز مع الجزر. تمام. وتيجي هنا التوم بتاعك، هي التومه بتخلص بسرعه حسب انت ممكن تزود كميه لو عايز، ولكن احنا بنعمل واحده او اتنين كل مره. المره دي عاملين نص واحده يعني، قلت لكم في الفيديو. اللحمه بتاعتنا اي حته لحمه انت عايزها عشان خاطر تقولش مثلا حته معينه، اهي اللحمه بتاعتنا زي ما انت شايف كده اهي اللحمه بتاعتك. حط كده. ولو انت يعني ايه عايز تحط لها سلطه، بتجيب السلطه بتاعتك اهي تحط كده، مكسنا. تجربة تستحق ان انت تعملها في البيت. اكل جميل، كمية كبيرة، ممكن بكيلو لحمة تظبط الدنيا كله يعني كلها يعني، لو عندك عزومة ولا اي حاجة. اللحمة شاربة من كل التوابل اللي احنا حطيناها، واخدة من الكمون، واخدة من الفلفل الاسود، من توابل البلوف، من طعم الجزر، كل حاجة هتلاقيها يعني واخدة الطعم، ويعني كله رامي على كله زي ما بنقول في مصر. الرز واخد من اللحمه، اللحمه واخده من الرز والجزر، كل حاجه تمام. ف لازم تجرب الاكل ده. الاكل ده جميل. قلل كميه الزيت، لان انت لو بتاكله من حد فعلا اوزبكستاني، سيبك من الهزار، كنا بنهزره، هم اصل الاكله طبعا يعني، وهم الناس علمونا ازاي نعملها. كنت بتفرج على زمايلي هنا بيعملوها ازاي عشان اوصل للطريقه دي. قعدت سنه تقريبا عشان اعملها. فكل الفيديوهات دي كانت هزار او الكلام اللي قلناه هزار، ولكن هم فعلا بيعرفوا يعملوا الاكل. ولكن المشكله بتاعتي معاهم ان الزيت بيكون كتير، ولكن هم ده اصل الاكله بتاعتهم وهم ادرى بيها طبعا. ولكن لو يقللوا كميه الزيت برضو الواحد هيحبها اكتر. انا حد من زمايلي الاوزبكستانيين بيعمل الاكل ده بيدهوني، انا باكل الاكل كله طبعا مش برميه عشان حرام، بس بصراحه باكل الاكل من هنا بقعد اشرب في كميه بقى سوائل كتير جدا، بترمي على السرير انام مش بصحى غير تاني يوم. فاكل جميل. هناخد معلقه تاني كده مع بعض عشان خلاص مريانه بتجوع ورا الكاميرا. ونشوفكم في فيديو جديد. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الاول. ولو عندك اي اقتراحات ممكن تكتبها في الكومنتات. سلام.